بعد قليل المباراة الودية بالنسبة للقاءات الخاصة بشهر نوفمبر. المنتخب الوطني التونسي باش يتقابل مع المنتخب الموريتاني. اكيد مراد عمر ودي اول تحضيرا وتاهبا لاستحقاقات قادمه للمنتخب الوطني التونسي. المدرب اريتس لوبيز جاراي، المنتخب الموريتاني بابكر ديوب، نوح محمد العبد، خديم منداو، ابراهيم كيتا لاعب الترجي الرياضي والقائد، ديمينيس سالك، يعقوب سيدي، ماتا ماغاسا، عمار ايدرا، سيدي بونا عمار، احمد مبارك ومامدو سي بالنسبه للاحتياطيين. المنتخب الوطني نور الدين الفرحاتي في المرمى مع محمد بن علي على اليمين، ثم على اليسار العاد تقريبا منذ سنتين علي معلول. الكابتن المنتخب الوطني في محور الدفاع ياسين رياح واسامه الحديدي، قدامهم ثنائي وسط ميدان دفاعي حسام تقام محمد علي بن رمضان، ثم الرباعي في التنشيط الهجومي شهاب جبالي محمد فراس بالعربي عصام جبالي، والهداف فراس شوات. الموريتاني يوم الجمعة، المنتخب الأردني يوم الثلاثاء المقبل في ملعب بيغ مغوا في مدينة ليلة الفرنسية ضد منتخب كارلو أنشيلوتي. توزيعة ومحمد بن علي، كرة قصيرة لشهاب جبالي، فرصة للمنتخب الوطني التونسي. التدخل جي اليسرى علي معلول، علي معلول الى عصام الجبالي، عصام القادم من جامبا اوزاكا، عصام الجبالي يعمل مراوغه به الكره، ثم الثانيه توزيعه والحارس 22 علي معلول، عصام الجبالي، عصام الجبالي كره ارضيه ومتحف. تضر صافره الحكم، يلعب كره خطيره، المحاوله بالراس لكن الحارس والمتابعه قبل لشهاب الجبالي. شهاب الجبالي يحافظ على الكره والإشارة واضحة بمخالف الجناح والمحاولة الفردية. نشوفوا شهاب الجبالي ونشوفوا الدولية. متابعة علي معلول، كرة يسارية الى حسام تقا يتعدى الى شهاب الجبالي مره اخرى، باهي العمليه حسام تقا والتوزيعه، كره لعصام الجبالي يحاول يعمل مراوغه، عصام يصور المحاوله خطيره في راس او الكره منتخب الوطني التونسي، ثم محمد بن علي وزع كره في القائم الثاني يعمل كنترول، ما زالت كره خطيره، شوات واحد دخل محمد بن علي ممتاز. كره المنتخب من جديد فراس شواد، ينطلق فراس فماش الا تصل فراس كجناح، فراس يوزع كرة ممتاز المدافع، مساحة ثم كرة خطيرة منتخب الموريتاني ومحاولة التوزيع في مناطق الجزاء، كرة من جديد المحاولة ملعوبة الكرة ومحاولة المرور، يعمل باسمون جومب، ثم كرة ما زالت مناطق الجزاء خطيرة، عملية تصويبة ويتدخل بامتياز، تلعب الكرة بساقه اليسار، ملعوبة الكرة في القائم الأول خطيرة ولكن بسهولة يا اخوة الحارس نور الدين فرحات الخبير علي معلول، ملعوبة الكرة، المحاولة بالراس تضرب، ثم كرة ثانية والهدف الأول. شوات فراس يتمكن من افتتاح باب التسجيل، حتى الكرة في الشبكة، شوف الكرة بالراس أولى ترجع قدام فراس شوات. القناص يحضر في هذه اللحظة بعد كرة موزونة من علي معلول، تلعب الراس مدافع المنتخب الوطني الحدادي، ثم الكرة الثانية وشوات الهداف وضع كرة في الشباك. اكيد معناها بصعوبه المنتخب التونسي تمكن من احداث الفارق في مرمى المنتخب الموريتاني. الشوط الاول 1-0 للمنتخب الوطني التونسي على حساب المنتخب الموريتاني، هدف فراس شوات في دقيقة 38 من زمن الشوط الأول. أيمن اللي يعزز صفوف المنتخب حتى في لقاء تصفيات كأس العالم مع المدرب سمير طرابلسي. للمنتخب الوطني التونسي هذه يا اخوان الحارس، حارسنا طبعا في تلعب بالكرة مرفوعة أو كرة قصيرة ملعوبة في مناطق الجزاء، ثم الكرة الثانية تصويبة كيما جات موجود في الأوفسايد، أوفسايد ولكن حكم المباراة يقول بونتو، معرفش يعني هدف التعادل للمنتخب الموريتاني من تعديل النتيجة. نحاول نثبتوا مرة أخرى هل موجود في 50 دقيقة لعب. هذه الكرة الثانية تصويبة ما فماش خطورة والكرة رجعت، المهاجم وضع الكرة في الشباك في الزاوية اليمنى، مهاجم المنتخب الفسخ وعاود هذه كرة ملعوبة بشكل جيد المخالفة المنتخب الموريتاني. كرة ثانية يعني كرة ما عندش أهمية كبيرة وهدف شرعي واضح بالصورة وهدف التعادل. التونسي والمخالفة اللي تحصل عليها
شهاب الجبالي علي معلول مباشرة الركنية الوطني التونسي عبر علي معلول في القائم. الكرة من جيد محمد بن علي يحاول يوزع كرة خطيرة والدفاع يتدخل. شوات هذه المرة التوزيعة والتدخل والهفوة من الحارس فاز جراي إعادة للكرة اليسارية من علي معلول لم يتحكم في الكرة. كرة من جيد المحاولة يحاول يخترق خطير عملية خطيرة تصويبة. يعقوب سيتي يلعب في فيتا كلوب عبد الرحمن. أكيد شفنا أول مرة معناها لاعب يقوم بمجهود المنتخب الوطني التونسي بعد الهدف وإعادة من مختلف الدفاعي للمنتخب الموريتاني. فرجاني ساسي بالرمضان التصويبة اليسارية من بالرمضان الافريقي لكرة القدم. إعادة من جديد لآخر محاولات المنتخب التونسي. التصويبة المنتخب التونسي في ضغط حاليا. محاولة جديدة من بالرمضان ورك وسط الميدان العيوني للمنتخب التونسي ثم التوزيعة وين التصويبة والتدخل هذه المرة من محمد علي العابد. العرضيات والكرات العالية لأنه عنصر طول القامة. المنتخب التونسي يسعى لمضاعفة النتيجة. المحاولة من سيف الدين الجزيري من جديد المنتخب الوطني محاولة توزيع كرة عرضية بالراس والمحاولة من سيف الجزيري يعرف مليح طريق ومآل شباك إدريسا. ملعوب الكرة في القام الأول تعود خطيرة الموريتاني همسة ثم اللمسة والكرة تعود للمنتخب منافس عكس الهجوم. الكرة مباشرة لعيوني التصويبة فوق منه على مستوى التمركز. إعادة لهجوم المعاكس السريع للمنتخب الوطني التونسي. شوفوا الكرة الأخيرة وشوفوا القرار بالنسبة العيوني التصويبة الكرة مباراة المنتخب الأردني وكرة خطيرة للمنتخب الجديد المنتخب الموريتاني عبر الحسن عيد. شفنا معناها هفوة أخرى من محور الدفاع. شوفوا الكرة هذيا خطيرة معناها. بالرمضان يراوغ بالرمضان كرة لشهاب جبالي توزيعة جانب محمد السار يسهل مهمة إبعاد الكرات الثابتة. يعقوب سيدي بعد الظهير الأيمن ثم العيوني يوزع بالرجل اليسرى تدخل من عمر العيوني يعمل مراوغة يتعدى العيوني يوزع والدفاع يتدخل. من جديد البحث عن المساندة. كرة تونسية مرة أخرى عن طريق العيوني. به اللمسة به الفكرة. فرجاني كرة جول تصويبة ثم الكرة الثانية. التصويبة في اللعبة بذكاء إلى الفرجاني وزع كما جات. رجعت من الدفاع الكرة الثانية ازدواجية أكروباتية في الجزيري. هذه الإعادة مرة أخرى. شوف اللمسة نتاع الفرجاني ثم السيف الجزيري صوب كرة ثانية